بقول لك إيه، انت دخلت على اللابات اللي هي بكروت ار تي اكس 4060 واتخضيت زيك زي بالظبط لما لقيت ان الاسعار بتاعتها عدت ال 55,000 جنيه وفي منها اجهزه بتعدي ال 60,000 جنيه. طب ايه رايك لو انا جيت قلت لك ان هدي لك لابتوب يدي لك نفس الاداء بالظبط في الالعاب وفي البرامج الهندسيه وفي المونتاج، يدي لك نفس الاداء بالملي بتاع اللابات اللي فيها كارت ار تي اكس 4060، وفي نفس الوقت السعر بتاعه مش هيعدي 38,000 جنيه؟ اللاب اللي انا بتكلم عنه هو الجهاز اللي معايا هنا، وهو الديل بريسيشن ال 7560 اللي عملت له مراجعه كامله، هسيب لك اللينك بتاعها تحت في الكومنتات بتاعت الفيديو دوت. اللاب بيجي بمعالج كور اي 7 من الجيل ال 11، وفي منه نسخه زيون اللي اداها اعلى من الكور اي 7 الجيل ال 11، بيجي بكارت شاشه ار تي اكس اي 4000، هيدي لك نفس الاداء بالظبط بتاع الار تي اكس 4060 سواء في الالعاب او في البرامج الهندسيه، بل كمان بيتفوق عليه بحاجه بسيطه في البرامج الهندسيه. يعني من الاخر انت واخد افضليه مفيش زيها، بل احنا بنتكلم انه ارخص من اللابات اللي بار تي اكس 4060 بحوالي 17,000 جنيه، او ما يعادل تقريبا 37% سعر اقل. ولو بتفكر ما بين الجهاز ده والاجهزه بتاعت الجيل التاسع والعاشر اللي كانت بتنزل بكروت 16 جيجا، فاحب اقول لك ان الكارت اللي هنا اداؤه اعلى من الار تي اكس ال 5000 ال 16 جيجا اللي كان بينزل في الاجيال اللي فاتت. تخيل انت واخد نفس الاداء مع 37% سعر اقل، مع الوان شاشه جباره شبه مستحيل انك تلاقي البانل دوت موجود في اي لاب من اللابات الجيمنج، لان البانل هنا بيجي ب 100% دي سي اي بي 3 تغطيه الوان ممتازه. من الاخر الجهاز ده لو انت عايز جهاز تحت ال 40,000 يدي لك اداء الاجهزه اللي فوق ال 50,000، اشتري الجهاز ده وانت مغمض. الجهاز طبعا موجود في المتجر بتاعنا اللي هسيب لكم الرابط بتاعه تحت في الكومنتات بتاعت الفيديو دوت، سواء على يوتيوب او في البايو لو انت على تيك توك.